على راسي على راسي. زمن طالعين مباشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشرف بالحضور الكريم. أنا اسمي محمد قاسم حارث المالكي، جهاز مكافحة الإرهاب الفرقة الذهبية. العملية اللي بديت فيها أنا طبعا مسوي قبلها بس ما لابس زي القندهار، بس 3 أيام وهاي واكتب بيهم 1 و2، بس هالمرة يعني لبست زي القندهاري، يعني حسبت نفسي من الشهداء. فوصيت وصيتي جماعتي، قلت لهم انا راح اروح بعد ما ارجع لكم. بلغت امر سريتي، قلت لها انا راح اروح راح البس زي القندهاري وانغمس بصفوف داعش. فوصيت جماعتي وسلمت عليهم ولبست زي القندهاري، كانت عندي يعني شماغة للتنبيه، وحطيت سلاح بظهري، خذيت وياي 3 مخازن، مخزن بالسلاح ومخزنين بجيبي. فبديت بالعملية. كان البيت اللي احنا قاعدين به ضاربة طيار بالموصل القديمة. الموصل القديمة مو مثل ما تقول يعني شوارع وافرع مفتوحة، درابين يعني ضيقة، تربونها ضيقة اصلا. فبديت اول تسلل على البيت اللي هو كان مضافة داعش الساعة 4 الفجر، الساعة 4 الفجر تقريبا، مش 4 ونص. بديت فيها العملية. قعدت الصبح سلمت على جماعتي، بس الزي القندهاري كان هو الزي موجود بجنطة الدواعش، كانت مضافتهم. وكل ناس عبالهم يعني انا قاعد لي داعش لابسه، لا هو جنبتهم موجود نظيف ومحسود، هم مجهزين هم مجهزينه. فلبسته وانا كانت ريحتي عاليه طبعا وشعري هذا. لبست الزي وتلتمت وطلعت، سلاحي فتحت كمان فكلت. الثاني اروح بعد ما ارجع. والله بديت في البيت على كيفي شوي شوي، الحمد لله والشكر. البيت ما بيش، لان هنا كل البيوت بها سراديب، يعني اذا تقتحم طابق فوق وطابق الارضي وانه بتلقى سرداب، يعني بيتهم يعني. الحمد لله كان البيت الشمالي. بديت اتقدم على الباب الرئيسي اللي هو مقابل الدربونه. فتحت الباب على كيف، شفت 2 من الدواعش، واحد نعتم سمين طويل، قلت هذا راد مخزن يلا طيح هذا والله. بعد كان هو يحاكيني، طلعت انا بعد سكت الباب شافني هو حاكاني، قالت ابو منو؟ صار علي 2 هم واقفين بالباب، انت ابو منو؟ انا متلثم حشيت له بصوت خفيف، قلت له انا حجي من الاخوه، هم يسمون الاخوه يعني احنا نقول جماعه، يعني من جماعتنا هم يسمونهم اخوه. انا اعرف سوالفهم من بالانبار وبالفلوجه وبالساحل الايسر شاركين. الحمد لله 9 مرات تصوبوا وطن ان شاء الله، وما تكون معركه انا ان شاء الله موجود بيها ان شاء الله. كان يحاكيني هو يقول لي انت ابو منو؟ قلت له حجي انا الملوك هو. انا سلاحي يعني خلنا حطت اول خطوه قدمتها، حضرت سلاحي رميت 3 طلقات، رميته بصدر، وقع الورا ذاك صار تفاجئ يعني شلون انصدم، ما اعرف هذا شنو جماعتنا ضربني، هذا يعني سوى صاح الله اكبر، قام مكبر هو وصرخ، رمى عليه طلقتين. الحمد لله الله يعني سترني وما صار شيء، الحمد لله والشكر. انهزم هو، من انهزم رميته طقيته بظهره، ضربت طلقتين بظهره وقع على وشه. ظليت بنفس المكان اللي انا بيه، جماعتي طبعا وراي، انا يعني طبيت بصفوفهم كلش. هم كانت داعش يسمونهم مفارز، يشتغلون شغل مفارز، كل مفرزه 3 هيك 4 والله. طلع واحد من البيوت انا اللي بيها، من البيت اللي بصفي طلع داعشي، كان هو الرصد مالهم، هم كانوا يسمون عينه رمان ويكون عينه مسيل دموع والله. طلع يباوع شوف شاكو ماكو، شافني قدامي راسته انا بدون تفاهم ضربته
كان عنده كلاشينكوف طاح سلاحه وقع بالبيت، البيت كان فيه نزله وقع، رحت عليه جبت سلاحه، تقدمت في قدام، من تقدمت كان اكو انقاض وبيوت يعني متفرشه سمعت اكو صوت والواحد يمشي هاي، ظليت اكو دربونه فدلت بالركن مالي، ظليت بالركن اجى هذا يصيح يا ولد يا ولد يا ولد ابو انس يتقرب عليه انا محضر سلاحي ومستعد له، والله تقرب وصل عني تقريبا متر، بس انا بالركن وهو بالدربونه ما يشوفني، رجع سمعت الصوت ماله راح يصيح هناك ابو انس قام يصيح بصوت وباوع الجماعه، شوف الجماعه طايحين بوع علي، بوعت انا شفته رايح حطيت 4 طلقات براسي بهذا المكان، طلعت من عينه ورحت وسحبته وجبت سلاحه وجبت مسدس من عندي، المسدس هديته الى عشيرتي عبد السلام المالكي الله ينعم عليه. ضربت خذيت كان عنده جهاز مال منادات، هو خليت الجهاز يمي اسمع الامير مالهم ينادي علي، نادي ماكو، عنده موبايل صرصر اسود، واحد اسمه حذيفه وواحد اسمه ابو عبد العزيز، التليفون يعني ما يطلع لو حذيفه لو عبد العزيز، بس انا ما جاوبت، والجهاز ينادي الامير قال له طلع لي مفارس تدور له هذا وين راح، الكتب انا لابس حزام ناسف كان ومسدس، حامل مسدس وسلاحه خذيتهم، قال له دور لي على هذا وين راح شوفوه لوين. بعدين تقدمت كان اكو بيت يحطون هم بالباب ماله بطانيه وحط شيء على المضبوه مالهم ما يطلع ما ينكشفون، قدمت على البيت واخذت البطانيه تحت الباب، الدواعي شو يسوون؟ ما يطلعون بالافرع يمشون على مود الطيار ما يضربون، شو يسوون؟ يفتحون فتحات مثلا على غرفه البيت، يعني الفرع كله يمشون به. فطبيت بهذا البيت كانوا اكو دواعش توهم عابرين جايين يدورون يعني على هذا صديقهم اللي انتدت، طبوا البيت انا محاضر لهم، رميت عليهم، قتلت واحد الصوت ضربوا ببطنه صوت، طب الغرفه ركبت وراه كتب، سحبت سلاحهم هو كان نص احمس اللي صورت فيه صوره، ورجعت الجماعه بعدين الحمد لله والشكر قدمنا وماكو اي اعراض علينا ان شاء الله، كل شيء ماكو. توفق ان شاء الله. محمد طبعا تستحق التصفيق اكيد، لكن ودنا انه يعني نعرف والناس تعرف هذه العمليه كم من الوقت استغرقت، وقد كان يبتعد عنكم مكان الدواعش عن وحدتك العسكريه او عن تشكيلك؟ المكان العمليه ما استغرقت يعني قليل الوقت، يعني الوقت هيك ساعه ربع لا اقل، ربع ساعه تقريبا هيك، لان انا ما ردت اتاخر، لان عندنا تقدم كان بدنا نتقدم فما تاخرت. المسافه تقريبا 30 متر تقريبا عن جماعتي، لان انا طبيت جوالينا بيوت يعني ما تقول مفتوحه مثلا، لا بيوت يعني مزدحمه وبيوت قديمه تعبانه. طيب محمد يعني سؤال اكيد طبعا جاي يراود كل الحاضرين معانا هنا، يعني اكيد اليوم لما واحد يتوجه بعمليه مثل هذه العمليه تعتبر وتعد من العمليات النوعيه، ممكن انه يعني يصير عنده هاجس من الخوف او القلق على مصيره وعلى حياته، شنو كان شعورك يعني بهذه اللحظات؟ شعوري كان انا قلت الشهداء راحوا مو احسن من جدي، وانا ذا اموت شهيد وبشرف. فمن رحت انا حسبت نفسي ميت، يعني وصلت جماعتي بوصيتي وقلت لهم انا بعد ما ارجع والله، وجماعتي موجودين هذه العمليه اكيد يعني يصير قدام عيونك، يمكن اولادك، والدتك، اهلك، اخوانك، يعني هذه الصور كلها يعني عفتها وتوجهت الى صوره واحده، هي صوره الوطن الحبيب العراق. صحيح انا عرفت كل شيء وقدمت عنه، انا رحت برجلي الموت. عدد القتلى ايش قد كان؟ قتلاهم يعني ما بين الجريح والمصاب؟ هم انا قتلتهم قتل 6 هم مفلسين، وهم كانوا يشربون علينا رمان ويرمون علينا، بس انا فاجأتهم بالزي قندهاري، طبيت عليهم هو زي داعش، فاجأتهم.
يعني المقاتل البطل محمد قاسم المالكي ب 15 دقيقة توغل وقتل له 6. يمكن لو باقي ساعة كان فناهم فني. هو هذا ديدن أبناء العراق. هي هذه تربيتنا، تربينا على الشجاعة وعلى البطولة وعلى تربية حقيقية وطنية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق محمد وكل إخوان محمد وكل اللي قاتلوا مع محمد، كل الأبطال، لا سيما يمكن جهاز مكافحة الإرهاب اللي ينتمي له محمد، هذا التشكيل البطل اللي حقق الانتصارات والانتصارات. محمد شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله عمرك طويل وعمر الدواعش انتهى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك، ومبروك عليك حبك للعراق، ومبروك لك حب العراقيين لك. شكرا جزيلا. بس أقول كلمة، الدواعش قتلتهم إن شاء الله كل واحد عنده شهيد خذيت بثاره إن شاء الله، كل شهيد في العراق وبالبصرة ومن عشيرتي إن شاء الله ومن غير عشائر خذيت بثاره إن شاء الله، وناخذ ثارهم بعد إن شاء الله. وجد نسمة ربك يم الصلاة، لو أقوى من الموت شنو الموت شنو هالامي، لا يا وطن مبخور لا مجموج بك أحلامي، يا عقاب أبوي بشوف.